ده سؤال مهم جدًا ودايمًا الناس بتسأل، وليه كمان السؤال الأهم ليه في تفاوت في الأسعار، ليه في مراكز بتبقى التكلفة فيها بتبدأ من $200 وفي مراكز بتوصل فيها التكلفة ل$5000. فخلّينا نقول إن كل واحد هدفه الأساسي مش إن هو كمان يحافظ على الجودة اللي بيقدمها، لأ هو دايمًا عايز يطوّر الخدمة اللي بيقدمها عشان تواكب التطور العالمي الرهيب اللي بقى موجود في زراعة الشعر، وكل الناس دلوقتي بقت بتقارن ما بيننا وما بين برّه، فإحنا لازم نثبت إن إحنا زي برّه ويمكن أحسن كمان. فبناءً عليه أنا لازم أجيب لك أحسن أدوات، ما حدش يقول لي إن الأدوات اللي بيستخدمها هي أدوات المصنع، لأ مش هي. نفس فكرة مكنة الحلاقة، في مكنة حلاقة لورد ب2 جنيه وفي مكنة بتمنها الجيليت بيعدّي ال1000 جنيه، دي ما بتحلقش زي دي. قياسًا على كده إبرة الاقتطاف، في منها ب$10 وفي منها ب$500، دي بتطلّع الجرافت بشكل معيّن ودي بتطلّع الجرافت بشكل معيّن. الأدوات المستخدمة دي في منها حاجات المفروض إن هي disposable يعني بتستخدم مرّة واحدة وبتترمي، في ناس لأ بتعقّمها، لأ أنا ما باعقّمهاش، ليه؟ برضه نفس فكرة مكنة الحلاقة، لمّا بتحلق بيها أول مرّة مش زي ما بتحلق بيها تاني وتالت مرّة، وده مش معناه إن في مشكلة في التعقيم، أنا ممكن الحمد لله برضه بنستخدم أحسن أجهزة تعقيم وبنعقّم الأدوات بتاعتنا تعقيم عالي جدًا، ولكن برضه مش معنى إن هي معقّمة إن هي تشتغل بنفس كفاءة الآلة اللي بتستخدم لأول مرّة. طب الحاجات اللي بيُعاد تعقيمها بقى دي ليها durability معيّنة، ما ينفعش إن أنا أقعد أخلّيها 5، 6 سنين، هي ليها عمر افتراضي، لازم يبقى في حركة تجديد للآلات والأدوات، ولازم إن أنا باختار أحسن حاجة بتقوم بالغرض ده، ما مسترخصش، فأنت لازم تبقى متأكد إن أنا كل جنيه باخده منك باصرفه عليك، مش إن أنا بازوّد هامش الربح بتاعي، لأ أنا يهمني حتى لو أنا هاثبّت هامش الربح، بس أي حاجة، أي آلة، أي مادة، أي حاجة تقدر تساعدني إن أنا أطوّر الخدمة أو إن أنا أقدّم حاجة بشكل آمن ولو بنسبة حتى 1%، لا هاستخسرها فيك ولا أنت برضه المفروض تستخسرها في نفسك.